السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطلبات الصف الخامس الابتدائي، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مس حنان الشحات. هناخد النهاردة درس جديد من دروس الدراسات الاجتماعية. هنتكلم يا حلوين عن الحياة الاجتماعية في الماضي والحاضر. طبعا الحياة الاجتماعية في مصر هنتعرف على حاجات كتير جدا في الدرس ده. هنتعرف على المجتمع المصري وعلى طبقات المجتمع والأسرة المصرية والحياة في مصر القديمة، وكل فرد ودور كل فرد في الحياة، ودور المرأة وأدوات الزينة، وكمان أدوات الترفيه والتسلية عند المصريين القدماء. يلا بينا نبتدي الدرس بتاعنا. الدرس هيكلمني عن المجتمع المصري القديم. المجتمع المصري القديم اتكون من الأسرة. بداية تكوين المجتمع كانت هي الأسرة. الأسرة دي اتكونت باستقرار الإنسان على وادي النيل لما عرف الزراعة وبدأ يستقر. كل فرد في الأسرة كان ليه دور. المجتمع المصري القديم كان متكون من عدة طبقات. كلمة مجتمع جاية من جماعة، جماعة يعني عدد من الأفراد. طبقات المجتمع المصري اتقسمت لأربع طبقات، كل طبقة ليها دور مهم في بناء الحضارة المصرية. يبقى إمتى اتكونت الأسرة؟ بعد أن استقر الإنسان في وادي النيل. المجتمع المصري يا مس كان شكله إيه؟ كان مجتمع متماسك جدا، وده كان سبب في بناء الحضارة المصرية القديمة. يا مس المجتمع المصري بيتكون من كام طبقة؟ بالظبط 4 طبقات. تعالوا لما نتعرف عليها. الطبقة الأولى هي الملك وأسرته. الملك يعني الفرعون، يعني الشخص اللي بيحكم البلد. كان بيحتل المركز الأول أو قمة الهرم في المجتمع المصري. يبقى أعلى قمة هو الملك وأسرته، دي الطبقة الأولى. الطبقة التانية بقى عبارة عن الوزير وكبار الكهنة وحكام الأقاليم يعني المحافظين دلوقتي، وقادة الجيش والكتبة يعني الكتاب الموظفين اللي شغالين في الدولة. يبقى الطبقة التانية على طول بتكون كام واحد؟ بتتكون من 5 أفراد، مش أفراد يعني 5 جماعات. الوزير، كبار الكهنة، حكام الأقاليم، قادة الجيش والكتبة. كل دول قاعدين ومتربعين في الطبقة التانية. طب الطبقة التالتة من المجتمع المصري بتضم صغار الموظفين والتجار وكبار الحرفيين. يبقى يوجد كبار الحرفيين في أنهي طبقة في المجتمع المصري؟ أيوة، في الطبقة الثالثة. الطبقة الرابعة ودي قاعدة الهرم الطبقي في مصر. هرم طبقي يعني هرم بيكون طبقات المجتمع. الطبقة الرابعة عبارة عن المزارعون يعني عمال الزراعة أو الفلاحين، والرعاة يعني الناس اللي بيرعوا الحيوانات في الصحراء، والصيادون طبعا اللي بيصطادوا، وصغار الحرفيين يعني صناع بس الصناعات بتاعتهم صغيرة شوية. لو أنا لاحظت حاجة في الهرم ده هلاقي إن الحرفيين موجودين في الطبقة الرابعة وكمان موجودين في الطبقة الثالثة. الفرق بينهم إيه؟ التميز. كبار الحرفيين متميزين أكتر شوية من صغار الحرفيين. يبقى الهرم الطبقي عندنا أو طبقات المجتمع المصري عبارة عن 4 طبقات. ال4 طبقات دولت متكونين من الطبقة الأولى الملك وأسرته. الطبقة الثانية فيها 5 فئات: الوزير، كبار الكهنة، حكام الأقاليم، قادة الجيش، الكتبة. كتبة جمع كاتب. الطبقة الثالثة صغار الموظفين، التجار، كبار الحرفيين. يبقى التجار في أنهي طبقة؟ برافو، في الطبقة الثالثة. الطبقة الرابعة فيها المزارعون يعني الفلاحين اللي بيزرعوا الأراضي، والرعاة والصيادون والصغار الحرفيين. أخلي بالي كويس قوي إن المجتمع المصري القديم كان حريص على تطبيق العدالة، علشان كده المجتمع كان مستقر ومتقدم. يبقى لما يجي يقول لي بما تفسر استقرار وتقدم المجتمع المصري، هقول له بسبب حرص المصريين على
تطبيق العدالة بين أفراد الشعب. يبقى المجتمع المصري متقدم ليه يا حلوين؟ بسبب حرص المجتمع المصري على تطبيق العدالة بين أفراد الشعب. برافو عليكم. تعالوا لما نشوف جزء تاني من الدرس بتاعنا بيتكلم عن الأسرة المصرية. أسرة زي ما احنا عارفين أب وأم وأبناء، دي كده الأسرة عبارة عن أب وأم وأبناء. كل فرد في الأسرة دي ليه دور. الحياة الأسرية كانت قائمة على المشاركة والتعاون. قائمة على إيه بقى؟ بالظبط كده، المشاركة والتعاون. كل فرد في الأسرة ليه دور، ولازم إن هو يأدي الدور بتاعه ده على أكمل وجه. تعالوا لما نشوف دور كل فرد من الأسرة. نبتدي بالأب، لأن الأب طبعا دوره مهم جدا. الأب بيرعى أفراد الأسرة ويعمل من أجل توفير احتياجاتهم. خلي بالنا، المجتمع المصري قديما ما تغيرش عن المجتمع حديثا. دور الأب حاليا برضه يرعى أفراد الأسرة ويعمل من أجل توفير احتياجاتهم. يعني الأب يطلع يشتغل ويجيب لنا كل الحاجات اللي احنا عايزينها، وكمان هو اللي بيحمينا من أي أخطار. طب دور الأم يا مس دورها إيه؟ دور الأم طبعا بتقوم برعاية الأبناء وتشرف على أعمال المنزل. يعني كل حاجة في البيت الأم هي اللي بتعملها. كمان ممكن إن هي تساعد الزوج في الشغل، بتشتغل في الزراعة وبتشتغل في التجارة وبتشتغل في الطب. طب الأبناء اللي هو انتوا بقى، الأبناء بيعملوا إيه؟ دور الأبناء إيه؟ دور الأبناء إن هم يتعلموا، يذهبوا إلى بيت الحياة. إيه بيت الحياة؟ بيت الحياة هو المدرسة. ليه بيروحوا بيت الحياة؟ عشان يتعلموا القراءة والكتابة، وكمان يدرسوا العلوم المختلفة زي الحساب وزي العلوم والإنجليزي، بس هم ما كانش عندهم إنجليزي، انتوا اللي عندكم. كمان الأبناء بيساعدوا والديهم في العديد من أعمال البيت. يعني انتوا لازم لما تقوموا الصبح ترتبوا السرير بتاعكم، لازم طبعا تساعدوا الأب والأم في جميع أعمال المنزل. يبقى الأسرة متكونة من أب وأم وأبناء. الأب دوره يرعى أفراد أسرته ويعمل من أجل توفير احتياجاتهم، والأم دورها رعاية الأبناء، الإشراف على أعمال المنزل، العمل في مجالات متعددة زي التجارة والزراعة والطب. طب والأبناء؟ كل واحد فيكم عارف دوره، ما تغيرش دور الأبناء قديما عن حديثا. انتوا دلوقتي بتروحوا المدرسة، الأبناء زمان كانوا بيروحوا بيت الحياة، هي المدرسة. يبقى دور الأبناء، يذهب الأبناء إلى بيت الحياة عشان يتعلموا القراءة والكتابة ويدرسوا العلوم المختلفة. يبقى بما تفسر يذهب الأبناء إلى بيت الحياة ليتعلموا القراءة والكتابة والعلوم المختلفة. كمان الأبناء بيساعدوا والديهم في العديد من الأعمال. دلوقتي نشوف دور المرأة في المجتمع المصري قديما وحديثا. تعالوا نبتدي بقديما. قديما المرأة اتولت مناصب عليا في الدولة. زي ايه مثل المناصب العليا في الدولة دي؟ زي ملكة، زي الملكة حتشبسوت طبعا فاكرينها، وقاضية ووزيرة وكاتبة وكمان كاهنة. يبقى الدليل ان المرأة اتولت مناصب عليا انها كانت بتشغل منصب ملكة، تشتغل ملكة وتشتغل قاضية وتشتغل وزيرة وكاتبة وكاهنة. طب ليه هي وصلت للمناصب دي؟ لأن الدولة المصرية كانت بتدي المرأة كافة حقوقها. لما يجي يقول لي بما تفسر وصلت المرأة للمناصب العليا، بسبب اهتمام الدولة المصرية بإعطاء المرأة كافة حقوقها. كمان المرأة قديما كان بيحق لها البيع والشراء والميراث، يعني تقدر تبيع وتشتري وتقدر تورث كمان من أبوها أو أخوها أو زوجها. كمان المرأة كانت محل احترام وتقدير من المجتمع. كل أفراد المجتمع بيقدموا الاحترام والتقدير للمرأة. يبقى المرأة في المجتمع المصري القديم كانت ملكة وقاضية ووزيرة وكاتبة وكاهنة. المرأة في المجتمع المصري القديم كان بيحق لها البيع والشراء والميراث، تبيع وتشتري وتورث.
وكانت محل احترام وتقدير من المجتمع. طب وحديثا ما اختلفش كتير عن قديما، لأن المرأة تولت كل المناصب ما عدا ملكة، وإحنا دلوقتي ما عندناش كاهنة. يبقى تولت المرأة حديثا مناصب عديدة زي إيه؟ وزيرة وقاضية. وكمان المرأة دلوقتي بتشارك في مجلس النواب اللي هو مجلس الشعب، وكمان بتشارك في مجلس الشيوخ، وبتشارك في الأحزاب السياسية. يبقى تشارك المرأة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ والأحزاب السياسية. تعالوا نتعرف على الناس كانوا عايشين في المجتمع إزاي. هل حياتهم كلها كانت شغل وعمل ولا كان عندهم تسلية وترفيه؟ أكيد كان عندهم وسائل تسلية وترفيه. زي إيه وسائل التسلية والترفيه عند المصريين القدماء؟ كان عندهم لعبة اسمها لعبة السنت. لعبة السنت دي دلوقتي شبه لعبة الشطرنج، ودي لعبة قايمة على التفكير. كان عندهم كمان ألعاب رياضية زي السباحة والتحطيب، طبعا عارفين التحطيب اللي هو مشهور بالصعيد، والمصارعة كلكم عارفين المصارعة. وكمان كانوا بيتسلوا بالموسيقى والغناء، كانوا بيعزفوا على الآلات الموسيقية زي الناي والمزمار والطبول. وكمان كان عندهم أعياد كتيرة جدا: عيد ميلاد الملك، وعيد تولية الملك للعرش، وأعياد الفيضان والحصاد، وعيد شم النسيم. يبقى المصريين القدماء حياتهم ما كانتش حياة كلها شغل وتعب، لا كمان كان عندهم وسائل تسلية وترفيه. قلنا زي لعبة السنت اللي هي حاليا الشطرنج، وزي كمان السباحة والتحطيب والمصارعة. وكان عندهم وقت للغناء والعزف على الآلات الموسيقية. كان كمان عندهم أعياد كتير زي عيد الملك وأعياد الفيضان والحصاد. خلي بالي عيد الملك ده عيد سياسي، وأعياد الفيضان والحصاد أعياد اقتصادية عشان دي مرتبطة بالزراعة. وعيد شم النسيم ده اسمه عيد اجتماعي. عيد شم النسيم عيد اجتماعي لأن المجتمع كله بيشارك فيه. كمان كانت الملابس عند المصريين القدماء لو جينا نتكلم عنها شوية هنلاقي الملابس مختلفة باختلاف الطبقات. عندنا ملابس للملك والأغنياء، وعندنا ملابس لعامة الشعب. لو اتكلمنا عن ملابس الملك والأغنياء هنلاقيها ملابس كانت بتتصنع من الكتان عالي الجودة، يعني أعلى نوع من الكتان، أو من الحرير اللي احنا كنا بنستورده من فينيقيا عن طريق الحرير لو تفتكروا. كمان ملابس الملك والأغنياء كانت بتطرز بالذهب، يعني بيترسم عليها رسومات بالذهب والفضة والأحجار الكريمة، لأن طبعا دوت ملك لازم يلبس أعلى جودة من الملابس. لو جينا على ملابس عامة الشعب بقى هنلاقي ملابس عامة الشعب بتتصنع من الكتان اللي احنا بنزرعه، وكمان ملابس بسيطة جدا. يبقى لو جه قال لي بما تفسر تختلف أنواع الملابس عند المصريين القدماء، هقول باختلاف الطبقات، بسبب اختلاف الطبقات. الملك والأغنياء اللي هم أعلى طبقة بيلبسوا من الكتان عالي الجودة والحرير، وكمان ملابسهم مطرزة بالذهب والفضة والأحجار الكريمة. عامة الشعب يعني بقية الناس كلها بتلبس من الكتان العادي، وكمان ملابسهم بتتميز بالبساطة. كمان المصريين القدماء كان عندهم أدوات زينة، مهتمين جدا بالزينة. الزينة بتاعتهم زي الزينة بتاعتنا بالظبط. عندهم عطور، العطر البرفان اللي احنا بنسميه برفان دلوقتي، وعندهم كمان قلادات وأساور، يعني أسورة غويشة اللي احنا بنلبسها، وعقد يلبسوه كده على الهدوم بتاعتهم، دي كده أساور وقلائد. وكمان كان بيستخدموا الشعر المستعار شكل ما احنا شايفين كده بالظبط. يبقى أدوات الزينة عند المصريين القدماء عطور وأساور وقلائد، وكمان شعر مستعار. وطبعا عندهم المشط، وعندهم الكحل، وعندهم الخواتم.
خلي بالي الأساور والقلائد دي اسمها حلي ما ننساش. يبقى إيه الدليل؟ دلل اهتم المصريون القدماء بالزينة أو استخدموا العطور والأساور والقلائد والشعر المستعار. دي آخر حاجة اتكلمنا عليها. ما ننساش دايما إحنا بعد ما بنخلص الدرس بنعمل إيه؟ بنراجع عليه مراجعة سريعة جدا جدا علشان نركز في كل كلمة المس قالتها، ونفضل بالورقة والقلم نذاكر كويس قوي. وبعد ما نذاكر بنعمل إيه يا حلوين؟ أيوة بالظبط، بعد ما نذاكر ونفهم الدرس كويس قوي نبتدي نحل على الدرس عشان نتأكد إن إحنا فهمناه. تعالوا نحل شوية مع بعض. تكونت الطبقة العليا في المجتمع المصري من؟ بالظبط، تكونت من الملك ومن أسرته. يبقى الطبقة العليا في المجتمع المصري اتكونت من إيه؟ أيوة، من الملك وأسرته. أصبحت المرأة تشارك حاليا في مجلسي النواب وإيه؟ أيوة، والشيوخ. أحد الأعياد التي كان يحتفل بها المصريون القدماء هو عيد؟ بالظبط، عيد شم النسيم. أحد ألعاب التفكير عند المصريين القدماء لعبة السنت اللي هي حاليا شطرنج. صنعت ملابس عامة الشعب في مصر القديمة من؟ عامة الشعب يعني الناس البسطاء. أيوة، من الكتان. برافو. تعالوا للسؤال اللي انتوا دايما بتزهقوا منه. بما تفسر أو ما النتائج؟ لو أنا خدت بالي بما تفسر استقرار المجتمع وتقدمه في مصر القديمة، أنا قلت لأن كل طبقة في مجتمعنا المصري القديم تؤدي دورها بجد وإتقان أو بسبب تطبيق العدالة والقانون. بما تفسر إرسال المصريين القدماء أبنائهم إلى بيت الحياة. يعني إيه بيت الحياة؟ بالظبط، يعني مدرسة. المصريين القدماء أرسلوا أبنائهم ليه لبيت الحياة؟ أيوة، ليتعلموا القراءة والكتابة والعلوم المختلفة. برافو. بما تفسر وصول المرأة لوظائف الإدارة العليا في الدولة دون تمييز. المرأة وصلت أعلى المناصب ليه؟ بالظبط، لأن الدولة المصرية أعطتها حقوقها كاملة. لو جينا لما النتائج هنقدر نطلع إجابتها من بما تفسر. زي ما النتائج المترتبة على كان لكل طبقة دور مهم في بناء الحضارة المصرية؟ هقول أدى إلى استقرار المجتمع وتقدمه. اهتمام الدولة المصرية بكفالة حقوق المرأة؟ هقول أدى إلى وصول المرأة لوظائف الإدارة العليا. إحنا كده خلصنا الدرس بتاعنا. إذا فهمتوا الدرس كويس ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعيل لزر الجرس، وكمان لايك للفيديو وتشيروه لكل أصحابكم، وتعليق جميل كده عشان رأيكم يوصلني. بالتوفيق إن شاء الله لأحلى سنة 5 في الدنيا.